نظام جديد دخل أول مرة في بطولة العراق بالجودو البارالمبي من أجل تطبيق لوائح الاتحاد الدولي، وهذا الشيء أعطى للمسابقة وجها آخر من حيث تصاعد الأداء بين الأندية واللجان الفرعية المشاركة. ليس هذا فقط، بل كان لدعم الاتحاد العراقي المركزي بالجودو إسنادا آخر في سبيل أن يكون هنالك تطورا واسعا بعملها. استحدث الاتحاد الفرقي واللي تجربة كانت ناجحة بهذا الدوري، واللي راح يعتمدها بالدوريات القادمة، لأن حقيقة احنا نحتاج الفرقي بالنتائج بالمشاركات الخارجية. كما استحدث الاتحاد بالتعاون مع اللجنة البارالمبية أنه فئة النساء، وراح يشوفون اكو استعراض إن شاء الله. حقيقة أكثر من 60 لاعب مثلوا الدوري، خلقت لنا طاقات جديدة. هذا الاتحاد اللي احنا داعمين إلى منذ تأسيسه، يعني كنا من الناس اللي حاولنا أنه ندعم هذا الاتحاد في بداية عمله، وجاي نشاهد أنه هذا الاتحاد جاي يقفز قفزات جيدة جدا بمشاركاته الخارجية، وأيضا لرفع اسم العراق خارجيا، يعني حصل على نتائج مميزة. طبعا إلى الآن احنا في تواصل مع الأخوة في الاتحاد، اتحاد الجودو البارالمبي كاتحاد جودو عراقي، وإن شاء الله متعاونين دائما. أول مرة استحدثنا نظام الفرقي اللي هو تلعب أندية مقابل أندية أو لجان. هذا النظام هو الدولي، يلعب برك، يعني كل مجموعة فريق يلعبون سواء على البساط، والفريق اللي يفوز، يعني مثلا عندك مثلا اللي يفوز مثلا عنده ثلاثة فوز هو اللي يفوز، يعني هم يلعبون من بالأصل من 5. المستوى البياني العالي منذ بداية البطولة وحتى النهاية لم يقل، وذلك لكفاح اللاعبين الذين قدموا عروضا مميزة وممتعة بالرغم من فقدان بصرهم، لكن هذا الأمر أعطاهم دافعا كبيرا لكسر الحواجز وتحقيق كل رغباتهم لإثبات الجدارة بهذه الرياضة. جبتنا الجودو ودخلنا بها لكي نثبت أنه المكفوفين يستطيعون أن يقدرون أن يحققون شيء أكثر من اللي هم يقدرون عليه، ولعبة الجودو تحت تحفيز إنه واحترام لكل المدربين. شاركت بهاي اللعبة لأن كلش عجبتني وانطتني تحفيز إلي، وإن شاء الله أقدر أكمل بيها، وإحنا شاركنا بيها صارنا 3 شهور، وأشكر المدربين والحمد لله والشكر إنه وصلنا لهاي الدرجة. النتائج الختامية للفردي: نادي وسام المجد أحرز المركز الأول ليكن وصيفا له نادي الدفاع الجوي، ولجنة بابل حلت ثالثا. أما نتائج الفرقي كانت على النحو التالي: الدفاع الجوي أولا، ولجنة بابل ثانيا، ونادي وسام المجد ثالثا. استحداثات ومتغيرات جديدة شهدتها هذه البطولة من أجل أن تكون أوتادها أقوى في رحلاتها القادمة، وكذلك توسيع دائرة نطاق الإنجازات فيها. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.